ركزوا معايا شوية. 3 أسباب لعدم التبرير للنرجسيين والنرجسيات أثناء عمل حملة لتشويه السمعة والتشهير حتى لو كانت مصعوبة. نمرة 1، إنك عارف نفسك كويس، ومش دول اللي هيخلوك تشك في نفسك وتقل من ثقتك في نفسك. دول شوية مقشفين مختلين عقليا ونفسيا، ناس عندها نقص وحساسين نتيجة لمعرفتهم لنفسهم من جواهم ان هم ناس عندهم حقارة ودناءة من جواهم، حاسين بنفسهم كده. نمرة 2، النقاش والجدال والتبرير مع النرجسيين ده ملعبهم القذر، وما تنساش لا تصارع خنزيرا في الوحل فتتسخ أنت ويستمتع هو. نمرة 3، هم كده كده مش هيسيبوا حاجة يقولوها عليك، هيتهموك بالنصب وإنك بتاع ستات وإنك بتاعت رجالة وإنك بتكلمي رجالة، هيتهموك بالعفانة، هيتهموك بالضعف الجنسي وإنك مقزز، هيتهموك بإنك مخبط وإنك من بيئة واطية، حتى ممكن يتهموك بالعمالة والتجسس. حتى لو ما لقوش أي حاجة عنك هيتهموك بالباطل، وكل ده إنهم ناس ناقصة، ناس زبالة، ناس حاقدة حاسدة، حاسدين غلويين على تميزك ونجاحك. فما تحاولش إن أنت تبرر للنرجسيين والنرجسيات أي حاجة، لأن كل تبريرك ده هيبقى وقود، وكأنك بتشعل النار في الوقود وبتحط فيها ورق وبتزود النار. خليهم ياكلوا في نفسهم كده لحد ما يبقوا رماد ويخلصوا كل حاجة جواهم. وديها للي مستني.